بعد فشل أفلام كثيرة لسلمان خان في الآونة الأخيرة يلتجئ إلى حيلة جديدة للنجاح. فيلم اسكندر اللي راح ينزل حق سلمان خان في عيد الفطر، المناسبة اللي يحبها سلمان خان طبعا. बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं बस मेरे मुड़ने की देर है. الفيلم من إخراج مخرج جنوبي اللي اسمه A.R. مورغوداس. هذا المخرج معروف عنه من أفلام الشهيرة قجني وأيضا فيلم هوليدي. فهذه واحدة من الحيل المناسبة لبوليوود أن يجيبون لك مخرج من الجنوب عشان ينجح أفلامهم. فهل هذا المخرج هو قابل أنه ينجح هذا الفيلم؟ أنا صراحة أشوف أنه ممكن هذا النجاح راح يكون حليف سلمان خان هذه المرة. على فكرة شاروخ خان سواها قبل سنتين مع فيلم جوان. مو بس سلمان خان، أيضا النجم الكبير سني ديول أيضا هو بعد ما نجح له فيلم قدر الثاني يبي يستمر في النجاح، فلذلك التجأ لنفس الخطة ألا وهو مخرج جنوبي في فيلم القادم اسمه جات. هل قل الإبداع في بوليوود؟ طبعا لا، يعني نحن نتكلم عن أفلام قديمة حاليا. تذكرون أفلام المغول قبل كانت كلها أفلام رومانسية، لكن نحن تحولت إلى أفلام حربية مثل فيلم شاوا الأخير. فيلم مغول العظماء اللي نزل سنة 1960 اللي استغرق تصويره تقريبا 10 سنين للمخرج الراحل العظيم آسف اللي باع حتى ملابسه عشان ينتج هذا الفيلم. في الخمسينات المخرج والمنتج والممثل راج كابور سوى فيلم مشهور اسمه فيلم آوارة. هذا الفيلم فيه موسيقى وأغنية جميلة جدا، أغنية قهر آيا ميري بارتيسي. طبعا هذه الأغنية مش أغنية هندية، هي أصلا أغنية مصرية لأم كلثوم، أغنية على بلدي المحبوب والديني. الصدمة أن هذا الفيلم الهندي اشتهر كثير في مصر. بس أريد أعرف صناعة مومباي اللي هي بوليوود ليش مصرين يسوون أفلام ريميك للأفلام الجنوب؟ مثلا فيلم مالك للفنان راج كومار راو، هذا الفيلم هو ريميك لفيلم مليالم اللي هو من الجنوب اسمه مالك. طبعا هذا الفيلم كان ملحمة بصرية وكذلك كانت ملحمة موسيقية رائعة جدا. قصة الفيلم تتكلم عن الابن والأب اللي متفارقين ما يعيشون مع بعض، لكن هناك تصير حادثة تخليهم يكونون مع بعض لمدة 48 ساعة. فكيف الابن راح يتحمل أبوه في بيته لمدة 48 ساعة؟ الفيلم يعلمنا أن كيف نحن نتحمل أبانا. فهل أنت كأب تحب دائما عيالك يكون تحت جناحك، ولا أنت كولد ما تحب تكون تحت جناح أبوك؟ أنا أشوف هذا الفيلم يصلح المشاهدة، خاصة الناس اللي تبغى تشوف أفلام هندية مختلفة عن الأفلام اللي هي فيها بهارات كثيرة. سؤالكم المعتاد يا حمد، كم تعطي هذا الفيلم؟ أنا أعطي هذا الفيلم 4 من 5.